السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة. الزمالك اعتذر عن المباراة، وطبعا أنا ليا تعليق على الموضوع دوت في الآخر. الأهلي طبعا وصل الإمارات في ميعاده. الأهلي طبعا دايما مشرف مصر ومنتظم في كل حاجة، وإدارة محترمة وفريق قوي. وبيراميدز يشكر إن هو وافق إن هو يحل المشكلة اللي عملها الزمالك، والشركة الراعية طلبته يلعب المباراة وهو وافق. ويستضيف ملعب محمد بن زايد المباراة، وتذاع المباراة عبر قنوات اون تايم سبورتس 1 و2، وكذلك مباراة أبو ظبي الرياضية. طاقم التحكيم هيكون البنا حكم الساحة، ومساعد أول هاني عبد الفتاح، مساعد تاني أحمد توفيق طلب، حكم رابع من دولة الإمارات. أما حكام الفيديو فهيكونوا من الإمارات طبقا لبروتوكول التعاون بين مصر والإمارات. وتعليق هنا على موضوع انسحاب الزمالك أو اعتذار الزمالك، أنا في رأيي إن هو ملوش أي علاقة بكهرباء ولا بأي حاجة. هو هروب من ملاقاة الأهلي كالعادة، لأن الأهلي في أحسن حالاته والزمالك في أسوأ حالاته. الزمالك يكفي إن هو الرابع على الدوري، والأهلي الأول، والأهلي أقل مباريات عن الزمالك، يعني 4 مباريات لسه له كمان. والأهلي ليه 53 نقطة والزمالك ليه 43 نقطة. وبعدين في فريقين يالو الأهلي اللي هو فيوتشر ليه 49 نقطة، وبيراميدز ليه 46 نقطة. يعني يشكر يعني بيراميدز ان هو وافق على لعب المباراة. وحتى يعني النتيجة بالنسبة له مش مهمة، لكن بالنسبة للزمالك طبعا ليه جماهير عريضة، فيهمها ان الزمالك يكون في احسن حالاته ولما يجي يلاعب الاهلي. وبالتالي فمن المنطق ان هو ينسحب او يعتذر عن المباراة خوفا من الفضيحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.